السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم طريقه باش تعلبوا القناريه اولا الخرشوف، والطريقه باش غادي نحتفظوا اولا نعلبوا الجلبانه. هانتوما عندي جلبانه هنايا اللي نقيتها، هنا كان عندي شي 3 كيلو نقيتها هانتوما. وعندي هنا القناريه، هذه البنات ما كنتش اولا صراحه ندير فيديو حتى الاخر، قلت نتقاسم معكم الفكره. هنا القناريه كنت نقيتها، راه كلشي تعرف نقي القناريه، وستفتها في هاد القريعات وخويت عليها الماء ديال الروبيني عادي، ودرت واحد راس ديال المعلقه ديال الملحه وخويت الماء صافي، وغادي نضغطها هكا عليها نزيرها مزيان. كذلك هاد القريعه غادي نوريكم بنفس الطريقه باش خدمت هادو، غنوريكم الجلبانه وغنوريكم كيفاش غادي طريقه الاحتفاظ بها وكيفاش نوجدوها. فهنا عندي هاد القريعات اللي غسلتهم مزيان جافي، ولا تقدروا تسلقوهم في الماء طايب. انا صراحه هاد الكبار ما سلقتهمش، غير نطويتهم، وهادو ديجا كانوا عندي معقمين. بالنسبه للجلبانه من الاحسن البنات تستعملوها في هاد القريعات الصغيورين بحال هكا، من الاحسن. علاش؟ حيتاش هذه ملي تتحلوها مثلا غادي تستعملوها مره واحده، طويجين هذه راها كافيه. انا مثلا كاينه غير انا وراجلي وبنتي كافياني هذه مثلا. اما هذه صراحه غادي تجيكم كبيره، يعني غتضطروا انكم تستعملوا المره الاولى وتعاودوا تستعملوا المره الثانيه، وغتبقى محلوله يعني ما غتضيعش. ولكن كاع الماكسيموم ما بين ملي غتحلوا هاد القرعه وتستعملوا الكميه الاولى وتعاودوا تسدوها باش تعاودوا تستعملوا الكميه الثانيه، خاص يكون بيناتهم غير واحد 2 سيمانات ولا سيمانه الماكسيموم. يعني من الاحسن تستعملوا هاد الصغيورين، الجلبانه استعملوها في هاد الصغيورين باش غير نجي تنخوي الجلبانه ديالي تنغسلها وتنديرها طيب في الكوكوط ديالي ولا في الطاجين ولا. ها نتوما انا غادي نستعمل هاد الصغيورين وغنستعمل الكبار. هنا كما قلت لكم غنحتاج في هذه الوصفه الجلبانه اللي منقيه عندي، غنحتاج الملحه، وغادي نحتاج الماء عادي ديال الروبيني ديال البير ديال، المهم اي ماء تنشربوا منه راه غادي نستعملوه. فهنا نبدا معكم ان شاء الله بالطريقه. نبداو على بركه الله، بسم الله. نعمروا هاد القرعه ديالنا. صافي هنا بعد ما عمرت القريعات ديالي غندير فيهم الملحه. هانتو شوفوا كميه الملحه اللي غندير، ماشي بزاف صراحه. هذه كبيره غنزيدوا لها شويه ديال الملحه، غير واحد راس المعلقه. هانتوما صافي. وغادي نجيب الماء كيف قلت لكم، غير ماء الروبيني، وغادي نعمر هاد القريعات بهاد الطريقه. هنا غنزيد نضيف الماء ديالي تنغطي هذيك الجلبانه. هانتوما بهاد الطريقه. بالنسبه لهاد الطريقه تقدروا تستعملوا بها اي حاجه بغيتو تصبروها او بغيتو تحتفظوا بها، جلبانه، السفرجل، هذا الخرشوف اولا القناريه، المهم كاع الخضر بحال هكا، الفتخيل، الثوم. انا غنوريكم نفس الطريقه بالنسبه للسفرجل. هنا كاين اللي تقول لي راه الجلبانه تنحتفظوا بها غير في الفريغو، يعني
ما يوقع ليها حتى شي حاجه، تنستعملوها في الفريغو غير هو احتياطا تقطع الضوء، شي حاجه تتبقى راكم عارفين، لا تقطع الضوء واحد المده ديال غير واحد 3 سوايع ولا 4 سوايع، راه داكشي اللي في الفريغو ولا اللي في الثلاجه راه تيضيع. صافي هنا غنبدا نسد القريعات ديالي. صافي غنستمر بهذه الطريقه نسد كاع القريعات اللي عندي. هنايا اللي غادي نوجد معاكم هذاك السفرجل كيف قلت لكم بنفس الطريقه باش وجدت الجبانه وهذاك الخرشوف او القناريه. هنا السفرجل خليته في الماء شويه باش ما يكحاش ليا. صافي وغادي نبدا نستف بهذه الطريقه، نقص القريعه هكا وغنبدا نستف هكا. هنا السفرجل غسلته مزيان، حيدت ليه ديك الصوفه تتكون عنده في الجلده، حكيتها مزيان. صافي وغادي نعمر القريعه ديالي. انا صراحه ما عنديش القراعي بزاف، فغادي نوجد معكم غير واحد 2 قريعات السفرجل غير باش نوريكم الطريقه. وصافي هنا بنفس الطريقه ندير شويه د الملحه، كذلك هنا هذه راه باقا غنضغط عليها. صافي وغنزيد الماء، صافي هنا ساليت نتوما السفرجل ديالي نتوما الجبانه هذاك الخرشوف ولا القناريه. صافي غنديرهم في الكوكوط ديالي ونخليهم يطبخوا. هنا عندي الكوكوط ندير فيها الزويف بحال هاد الطريقه باش ما يتهرسوش لي القراعي. غنبدا نحط القراعي ديالي بهذا الشكل. صافي ونخليهم يطبخوا. هنا غادي نطيب القراعي ديالي 2 المرات حيت عندي القراعي بزاف بقات لي الكميه، ونرجع معاكم ان شاء الله. هنا نحيد القرعه كاع باش تشوفوا. هانتوما شوفوا فين غنوصل الماء، غير النص ديال القراعي. حيت راه عندي القراعي صغار تما. هانتوما شوف فين واصل الماء، باقا غنزيد شويه النص. غادي نشوف الماء على حسب اصغر القراعي عندي. هنا راه تتبان بحال الماء زعما طالع، ولكن راه ما طالعش. هانتوما ها هو فين واصل، هانتوما هنا ما تيتزعزعش، ها هو كاين الماء. صافي وغادي نقفل الكوكوط ندير لها الصفار 10 دقائق وغادي تكون واجده. ولكن البنات عندكم وياكم انكم تحلوا على هذا الكوكوط وتكونوا تكون الكوكوط سخونه، يعني تقفلوا تحيدوا الصفاره ديك الساعه، حيت راه عندنا القراعي هنا ما عندناش بطاطا ولا عندنا خيزوله. ضروري هاد القراعي يبقاو بحال دابا درتوهم في الصباح يبقاو حتى العشيه، ولا درتوهم في الليل يبقاو حتى الصباح، ضروري باش ما تطرطقش ويكون الكوكوط الله يحفظ. البنات القراعات ديالنا قناريه شو كيتبدل ليها اللون بحال بدا الطيب دخلها الطياب. كذلك الجبانه السفرجل هانتوما بهذه الطريقه تكون وجدات عندنا المعلبات ديالنا. هاد القراعي البنات نقدر نحتفظ بهم حتى عام ما يوقع لهم حتى شي حاجه، بشرط ان مثلا هاد القرعه فاش غادي نحلها صافي غادي نستعملها في خطره واحده. هذه عندي كبيره نقدر نقسمها 2 المرات، يعني نستعملها ما بين الحله باش نستعمل المره الاولى والمره الثانيه. الماكسيموم خاص يكون عندي غير واحد اليومين 3 ايام كاع، الماكسيموم سيمانه باش ما تضيعش ليا.
وبهكذا نكون وصلنا لنهايه الحلقه. شكرا بزاف، ونتمنى انكم تفعلوا زر الجرس وديروا اشتراك، وما تنسونيش بجيبوا لي كومونتير. والسلام عليكم ورحمه الله.